انت لو فتحت الفيديو ده اصبر هقول لك كلمتين كده خفاف صراع مع بعضين، فلو ما عجبكش ابعتهم لغيرك. الخوف دايما بيحبسك وبيسرق عمرك سألت نفسك ايه اللي موقفك مكانك او ايه اللي ما يخليك تبص على حياتك وتقول انا كان ممكن اكون في حتة تانية؟ ولو فكرت كويس هتلاقيها مش الظروف ولا قلة الامكانيات ولا حتى الناس اللي موقفك، فعلا هو الخوف اللي جواك. صاحب الخوف مش مجرد احساس، الخوف ده سجن من غير قبضان، بس بيحبسك جوه دماغك. تلاقيك ساكت وانت عايز تتكلم، تلاقيك رافض فرصة وانت ميت عليها اصلا، تلاقيك واقف بتتفرج على غيرك بينجح وانت عارف انك قادر بس مش واخد الخطوة دي. تخيل معايا كده واحد جاله فرصة بيشتغل في مكان كبير، كل الناس اللي حواليه شجعوه، هو نفسه كان متحمس، لكن قبل ما ياخد القرار بدأ يسمع الصوت اللي في دماغه ايه رأيك لو فشلت؟ انت طب هيضحك عليك، طب لو ما قدرتش تثبت نفسك، وفي الآخر رفض الفرصة. بعد سنين نفس الشخص ده قعد يبص وراه ويقول يا ريتني كنت جربت حتى لو كنت خسرت. فالخوف هنا مش هيمشي من حياتك، عمره ما هيختفي، لكن الحقيقة الخوف عمره ما كان عدوك. العدو الحقيقي انك تسيبه يسوقك، كل مرة تقول مش دلوقتي، كل مرة تسكت، كل مرة تسيب فرصة تعدي. طب ولحد امتى؟ الخوف بيكبر وانت دايما بتصغر، لكن عارف اول ما تتحرك رغم خوفك انت اللي هتكبر وهو اللي هيصغر. وما تستناش تبقى جاهز، ابدأ حتى وانت خايف، لان اللحظة اللي هتكسر فيها خوفك هي اللحظة اللي هتبدأ تعيش فيها من جديد. الخوف هيفضل يزورك بس القرار قرارك، هتسيبه يحبسك ولا هتفتح الباب وتخرج للحياة؟ قول لي كده في الكومنت ايه الحاجة اللي خوفك منعك تعملها زمان. ولو حسيت ان الكلام ده لمس قلبك شارك الفيديو ده علشان يوصل لغيرك قبل ما يضيع وقته.